السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. لو بتشوف الفيديو ده لأول مرة يا ريت تكمل معايا الفيديو للآخر لأن الفيديو فيه كلام مهم جدا. تابعوا معايا الفيديو. طبعا كلنا سمعنا عن حادثة هدير بائعة الشاي، ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها. فكركم سريعا ايه اللي تسبب في موتها. 2 صحاب المفروض يعني زي ما والدها قال، او في ناس كمان كانت بتقول ان هما مش صحاب ولا حاجة ويعرفوا بعض قبل الحادثة ب10 دقايق. البنت اسمها جودي عندها 14 سنة وهو اسمه مروان. طبعا صحاب زي ما اهل جودي بيقولوا، بس مفيش حاجة اسمها صحوبية بين اتنين يا جماعة، مفيش حاجة اسمها صحوبية بين ولد وبنت، دي حاجة اتربينا عليها. ولكن اهل جودي طبعا عندهم وجهة نظر مختلفة، ان هو صحاب وعادي جدا ان هم يركبوا مع بعض العربية. وكانت هي جودي حابة ان هي تجرب السواقة، فطلعت على يعني بسرعة رهيبة جدا، وبعدين صدمت هدير ربنا يرحمها. والد هدير طلع مع الإعلامية الجميلة نهال طويل في حلقة النهاردة، وكان باين عليه القهرة. قال انه ما ظهرش قبل كده في اي برنامج لانه ما كانش يقدر انه يطلع في اي برنامج غير لما يتمالك اعصابه. ربنا يصبره يا رب ويصبر والدتها. وقال كمان انه موجوع جدا بفراق بنته، وانها المفروض كانت عروسة والمفروض كان هيسلمها لزوجها، وبدل ما يسلمها لزوجها للأسف راح دفنها. وقال ان جنازتها كانت كبيرة جدا بسبب حب الناس ليها، فربنا يرحمها ويغفر لها. وكمان وضح وقال الريكورد بتاع زوجته والدة هدير، الريكورد ده كان مغلوط لان جه في وقت يعني مامة هدير كانت مش قادرة تتمالك اعصابها، فما كانتش عارفة هي بتقول ايه. وللأسف هما الناس ضغطوا عليها بالكلام ان هدير يعني كانت محتاجة فلوس علشان كده راحت تشتغل. فوالدتها كانت بتوضح وبتقول انهم يعني ميسورين للحال والشغل مش عيب، وايه المشكلة يعني لو هدير طلعت تشتغل. فبيقول يعني بلاش، دي حرمة ميت وبلاش حد يتكلم على حد متوفي. وكمان قال في اخر الحلقة ان والد جودي حب ان هو يعني يدفع الدية لوالد هدير، وانه يعني المبلغ كان المفروض هيديله 5 مليون، وبعد كده قال له يعني على 10 مليون جنيه في مقابل التنازل، وهو مرضاش وقال انا لازم اخد حق بنتي. طبعا للي مش عارف تم تجديد حبس جودي لمدة 15 يوم كمان. بجد والله الواحد مش عارف يقول ايه لما دي الاهالي بتفكر كده، يبقى الواحد هيلوم على الجيل ليه؟ ربنا يرحمنا يا رب برحمته، وحسبي الله ونعم الوكيل في اي حد مذنب. ربنا يصبرهم يا رب ويبرد قلوبهم، وكل واحد مذنب ومستهتر ينال جزاؤه. لو وصلتوا معايا للدقيقة دي من الفيديو فأحب أشكر حضراتكم جدا على متابعة الفيديو، وأتمنى من حضراتكم دعمي بلايك للفيديو وكومنت برأيكم، تشاركوني في رأيكم، وكمان تعملوا سبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل جديد أنا بقدمه. والسلام عليكم.